ديفو عزيزي المشاهد. Ladies and gentlemen, let me introduce for you شو اسمه؟ 73 grams Let 2 wireless gaming mouse sensor 33341600 DPI Devo gaming mouse. آسف والله آسف. انترو وعلى المقارنة، وبنقارنه مع الجلوريوس. جو شباب، معكم محمد عرب سنيك ماوس ديفو. طال عمرك، اليوم بنجرب التجربة الحقيقية حق ماوس ديفو، بنقارنه مع ماوس الجلوريوس بما انه هو نفس الفئة او جريب من ماوس الجلوريوس، فبنقارنهم مع بعض وبنشوف، وبقول وجهة نظري ورأيي الشخصي بكل امانة. النسخة البيضاء الليتو وايرلس جيمنج ماوس من ديفو، والكفر اللي هو عنده اكثر من كفر علاء، فالكفر اللي راح نستعرضه اللي بيكون باللون الاصفر. اللون الاصفر اولا شكرا كذا سوق، وشكرا علاء على الماوس وعلى الكفر والماوس RGB. نبتدي الانبوكسينج. طبعا اول شيء بنشوف البوكس من كل الجهات. طبعا هني مكتوب لك ديفو، العلامة اللي صارت يعني مشهورة، والله نتمنى لك كل خير. طبعا سعر المنتج 27 دينار. قسم المنتجات في كذا سوق، الرابط بيكون تحت، وفي ابلكيشن خاص حق تعديل الاضاءات في الموقع من موقع كذا سوق. تقدر تنزل الابلكيشن، تغير الاضاءات مثل ما تبي، وحتى التحكم في الدي بي اي وهالسوالف، وبنشوف الابلكيشن مع بعض. يا أخي والله العظيم الملمس من البداية يبشر بخير، والله الملمس يبشر بخير بصراحة. هذه هو ماوس ديفو. شوفوا يا أخي تايب سي، يعني أنا سويت انبوكسنج حق ماوسات، مثلا عندك الفايبر من ريزر، الالتيميت فايبر من مايكرو يو اس بي، وديفو تايب سي. هذه التطور ولا بلاش؟ طبعا مثل ما تشوفوا هني ورا شلون الكليك. طبعا كل اللي يميز هذه الماوس، كل قطعة في الماوس تقدر تبدلها، وبنبدل وبنشوف. حتى هذه الزر اللي هني مال دي بي اي، اذا ما تبي يمديك تشيله. طبعا نوعية الكيبل بعد ممتازة، مثل ما تشوفون. شوفوا نوعية الكيبل اللي صايرة الخلق البريدد يعني، ومو يابس، اللي صاير لين وخلق. فبصراحة حتى نوعية الكيبل ممتازة. طبعا علاء يحط لكم داخل البوكس، او كذا سوق او ديفو يحطون لكم داخل البوكس اللون المطفي اذا انت تبي من غير الفراغات اللي صايرة اللون فوق. فاذا تبي هاي لك فري مع الماوس، يعني داخل باكج بتحصلونه. حلو بصراحة، انا افضل هاي النوعية. ونشوف هني حاطين، طبعا حاطين ستيكرات اضافية هني. هذه الاستيكرات الاضافية حاطينها. وعندكم اللي هو الوصلة هذه بعد صايرة والله ألمنيوم بصراحة، كأنها والله ألمنيوم مو بلاستيك. يا الله على الكواليتي بصراحة، تحسوا بفخامة. فهذه هو اليو اس بي، وهني اليو اس بي سي. فالبوكس الأولي ممتاز. فنفتح الأصفر، اللون الأصفر طبعا لوني المفضل. طبعا الكفرات اللي علشان تركبهم في الماوس، على منزل 3 ألوان اللي هو الأصفر والأحمر والأزرق، فاختاريت الأصفر وبنجربه. والله الأصفر أصفر ديفو بصراحة. الأصفر لونه يعني غامج، مو الأصفر النيون، لا صاير أصفر ديفو مثل ما تشوفونه هني شلون. هذه حق الكليك وحاطين دي، وفي بعد اللي هو السادة اللي من غير فراغات. انا شخصيا ابي الماوس بصراحة يكون لونه ابيض عشان يمشي مع السيت اب. بحاول اغير، خلينا نصك الماوس اول. بغير بس هذه اللي فوق، مع ان انت يمديك تغير كل شيء. طبعا في 3 مودات عشان تحفظ الاضاءة. اذا تبي البتري، عندك الاضاءة الخفيفة تخلي على فوق، او الاضاءة القوية اللي تولع الRGB والحركات كلها تحت، وفي النص يبند الماوس. خلينا نشيل القطعة دي اول شيء. اتوقع لازم هذه اللي تنشال، والله بسهولة بصراحة. وهني مكتوب لكم ديفو بشكل حلو. نحاول نشيل القطعة الثانية. اتوقع ان هني انشالت تمام. الحين شلنا هذه. والله تفكيك الماوس شيء سهل، يعني انا ما توقعت بهالطريقة.
بس اشوف لا والله التفكيك سهل سهل سهل، يعني مسوينه بطريقة كأنك شاري ليجو مو ماوس. نحط لي اول هنا بس ركب مثل ما تشوف غيرنا من فوق على الاصفر، صار اصفر وابيض، فشغل حلو بصراحة. That's my boy. فخلصنا الانبوكسنج. جيمنج طال عمرك. تعال صدق نسينا احنا شغله مهمه ترى، الادابتر او الريسيفر اللي علشان الوايرلس، هذه هو الريسيفر ينحط داخل الماوس هني، فهذا هو الريسيفر حتى له مكان خاص عشان ما يضيع. بالإضاءة مع بعض بصراحة يوم شغليت الإضاءة وخفضيت إضاءة الغرفة، الإضاءة ولعت بشكل عجيب وإضاءة احترافية شبيهة بإضاءة ماوس الجلوريوس بالضبط تقريبا. الماوس كامل مولع من داخل، الأحشاء اللي في الماوس تبين من خلال الفراغات اللي موجودة في الماوس، الإضاءة RGB مضبوطة نفس إضاءة الجلوريوس مثل ما تشوفون. هذه هو ماوس الجلوريوس، الإضاءة نفس إضاءة الديفو. طبعا نجرب الكليكات. طبعا علشان تحمل برنامج الماوس واللي تتحكم فيه في الاعدادات والاضاءة، تدخل موقع كذا سوق. هني موقع كذا سوق تختار ماوسات ديفو، وعقبها تختار الماوس اللي انت عندك اياه، وبعدها هني عندك تحميل البرنامج والامور كلها طيبة. وهذه هو البرنامج باختصار. عندك تقدر يمديك تعدل في الاضاءة، تعدل في اشياء وايد. عندك الماوس تتحكم تخلي اعدادات الخاصة فيك، الادفانس تتحكم بكل شيء في الماوس. وهني عندك المين اللي علشان تحدد الازرار اللي موجودة في الماوس حق شنو تبيها وتبرمجها مثل ما انت تبي، ويمديك تسوي اشياء وايد بالبرنامج. بصراحة شكل البرنامج حلو وشكل احترافي. الحين اني حق الجيمنج وحق الصج. بصراحة يوم جربيت الماوس في الجيمنج، الماوس سموث وما عليه اي مشاكل ولا عليه اي كلام، بس ان ضغطة الازرار في ماوس الجلوريوس عندي افضل من ماوس الديفو. اما المسكة مريحة في ماوس الديفو اكثر من ماوس الجلوريوس. عاد انت وتشوف شنو هو اللي انسب لك. طبعا الماوسات بشكل عام يعتمد على يدك. حاليا بجرب ماوس الجلوريوس مثل ما تشوفون. الفرق اللي لاحظته في ماوس الجلوريوس والديفو عن الماوسات الثانية، مثلا ماوس الريزر واللوجيتك اللي فيهم تقنيات تتبع العدو او تقليل الموشن بلر في الشاشة. طبعا هاي التقنيات كلها مو موجودة لا في ماوس الديفو ولا في ماوس الجلوريوس، وما بتحس فيها الا اذا استخدمت ماوس يدعم هاي التقنيات الصراحة. بس طبعا في النهاية السعر يلعب دور. اما ماوس الديفو بصراحة ماوس محترم وممتاز، وما في اي فرق بينه وبين ماوس الجلوريوس، ونص سعر ماوس الجلوريوس تقريبا. في النهاية شباب وصلنا نهاية المقطع. اذا عجبك الفيديو والريفيو لا تنسى لايك سبسكرايب شير، ونشوفكم فيديو ثاني. سلام.